السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعينا مشاهدي قناة الشوطايم في هذه الإطلالة اللي غنفتتحوها بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بداية أسبوع موفقة للجميع، ومن خلالها غنتوجه الإخوان كي يكثروا من الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المكرمات، على هذه الاضطرابات الجوية اللي مرت خفيفة وكانت بردا وسلاما على بلادنا. الناس ناشطة الخضورية بخير وعلى خير، حامدين شاكرين المولى عز وجل بعدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. ومرة أخرى نجدد صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى رسوله الكريم. بغيت نسول الخوت البارح كيفاش تفرجتوا في الماتش؟ شكون اللي عرق شوية في وسط البرد؟ راه باش يكون البرد وتصهد وتحيد حوايجك يعني شي حاجة ماشي هذاك، وباش انت كتفرج في الماتش واللي يعني مدمن على القهوه عاود يشرب كاس ويشرب الثاني في مباراه اللي توقعنا باننا غادي نحسموها ماشي بالسيناريو اللي شفناه البارح ديال السي ابراهيم. بعد مرور ساعه من الزمن، بعد 63 دقيقه بالتمام والكمال، غيجي الحل من الرجل اليمنى للساحر ابراهيم دياز، الساحر القصير اللي شاد به الموقع ديال الكاف، اللي اصبح اول لاعب كيتحصل على الجائزه افضل لاعب جوج ديال المرات متتاليه. السي ابراهيم اللي ماركا باليمنيه والعسريه، اللي ماركا 4 البيوت متتاليين دازوا اساطير العلماء ديال الكره في الكره المغربيه من 1972 حتى لدابا. هذه نص قرن وزماره، ياك نص قرن 50 عام وزماره، هما السنوات اللي دايز عليها ماشي مشكل. يدوز عندك الراحل احمد فراسي ماركي لك في 72 و 76 ثلاثه الماتشات متابعين وتسنى. تيجي السي ابراهيم هدف زوين، يعني السي ابراهيم الفال ديال 3 البيوت اللي تحيدوا غادي يكون ان شاء الله الكاس اللي تحصلوا عليه هذاك الجيل من الرواد رحمه الله على من قضوا نحبهم وطول العمر والصحه الذين بقوا على قيد الحياه. فهذا فلتا هو زوين. وايضا يدوز عندك مروان الشماخ، داز عندك يوسف حجي، داز يوسف المختاري، دازو لعابه، داز سكيتيوي براسو واخا ما كانش اتاكون. ذكرونا بلي زاتاكون دو بوينت اللي دازو في ليكيب ناسيونال في فتره ذهبيه كاماتشو بصير ما ماركاوش 3 البيوت و4 متابعين. جا السي ابراهيم ماركاها وهو الوافد الجديد. كيقول لك الا فاتك الغرس في مارس سلم عليك الطيبي. مارس ديال العام 2023 يحل بيننا اهلا وينزل سهلا السي ابراهيم دياز، جا من اسبانيا وترك خلفه الكثير من الجدل والضجيج والنقاش البوليميك. هل سينجح ابراهيم ام ان البعض كما سماه غماله؟ هذا ماشي موضوعي. موضوعي فعلا هو انا نهضر على ابراهيم 4 البيوت، الهداف الاول ديال الكان 4 البيوت ضافي لي. كان واحد النقاش تناولته البارح، واش الويكيبيديا هي اللي عندها الحق ولا الكاف الموقع الرسمي؟ تعقلوا معي النهار المختاري اللي لعبنا مع البنين ربحنا ب 4-0، ضرب واحد الكوفرون ضربه تماركات، راه كان شد الحارس ايجو ماسي الحارس ديال البنين اللي كان تيلبس داك التوني، وهبطات وضربات في الرجل ديال واحد المدافع ودخلات. هذاك البيت كاين خلاف في التوثيق ديال الفيفا، كيحسبوه ايجو ماسي يعني ضد مرماه، وكاين البعض اللي سموه المختاري. حنا عطينا المختاري ماركه تما، مشى ماركه دوبلي على المنتخب مالي في سوسه، جوج من 4 اللي ماركا باها وكاماتشو او اللاعب الشماخ، وماركا الفينال الباس اللي كان عطاه وقيله قيسي، ياك اللي كان صيفطوا له قيسي وليد الركراكي في الكره اللي كنخدموه هو وياه، ومشاو ماركاها على المنتخب ديال تونس بومنيجل. اذا 4 البيوت ولكن ماشي متابعين. اليوم السي ابراهيم حررنا يوم امس، حيدنا مرحله الشك. المحور ديال الحلقه غنهضر على ابراهيم المكسب الكبير للكره المغربيه. البعض اللي يهضر على الغماله، وقلت لكم الله يجازيكم بخير، يرحموا عزيزه قومين دل. ابراهيم اليوم راه كيلعب ماتش 19 وكيوصل للهدف 12. صلاح الدين باصير لعب 21 ماتش عاد وصل للهدف 12، يعني اسرع من وصل 12 بيت قل من 20 ماتش هو السي ابراهيم دياز. ماركا 7 في تصفيات كاس افريقيا، هو الهداف قدام نجوم كبار. يكفي نهضروا على اسلام سليماني اللي كان في الطوب ديالو مع الجيري، نهضروا على مرموش، نهضروا على محمد صالح، ونهضروا على لقمان واوسيمان، ونهضروا على سيرجي كيراسي اللي كيتنافس على البالون دور، اللاعب ديال دورتموند، ولعابه كبار بخبره كبيره، هالر وفوفانا وكيسي وزيد. يجي ابراهيم من الصبا اليوم بثقافه اوروبيه ويدخل في مارس ويلعب ويماركي لك هاتريك على لوسوتو، ماركا دوبلي على المنتخب ديال الغابون. عرفتي راه من 17 ونصيري كيلعب مع ليكيب ناسيونال. انا كنهضر على لي زاتاك وما غنهضرش على احمد الله ما ماركاش، ما نهضرش على جديره، ما غنهضرش على منير الحمداوي، ما غنهضرش، انا نهضر على هادو اللي لعبوا مؤخرا السوداني. غيجي النصيري غادي يجي الكعبي ماركا هاتريك على الكونغو، ولكن راه جا من موراه ماركا هاتريك. اقل حضور اول اسرع لاعب كي ماركي هاتريك في تاريخ الفريق الوطني هو ابراهيم. مول بالون 7، زاد بيت على طنزانيا في تصفيات كاس العالميه 8، ودابا 4 12 فين راه كيدقوا على اصحاب ال20. انا كنقول لكم راه الهداف التاريخي اللي غيكون للكره المغربيه بقات ما بين السي ابراهيم والسي ايوب الكعبي، على ضوء المعطى العداد الكونتور ديال الاهداف اللي غادي وعلى حساب عدد الماتشات. هذا مكسب كبير، وبالتالي منين كنت كنهضر خصنا نستثمروا فيه، فهو غادي في طريق سالك. هذا اللي كيخلينا يعني من الحوايج الايجابيه اللي ربحنا يوم امس
باشاده الصحف المواليه لريال مدريد، بالاشاده الناس اللي كانوا كيشكوا فيه، خاصه المدرب تشافي الونزو اللي كيتابع ابراهيم بكثير من الحسره من مدريد. فعلا اليوم تيتحسر عليه في الغياب ديال كيليان مبابي ولاعب السوبر الاوروبي. حنا ابراهيم محتاجينه عندنا، شغلك هذاك اللي دار بيديه في كبس النيه. وبالتالي ابراهيم هو مشروع هداف، مشروع افضل لاعب في الكان، وان شاء الله الرحمن الرحيم نتوجوا بالكان وتبقى تاريخيه ونقولوا هذاك اللي بداو تيهضروا واحد المقارنه لامين يامال داتو اسبانيا مشى دام كاس اوروبا، مشى معاه لدوري الامم الاوروبيه. ابراهيم في السياق الافريقي الاكثر تعقيدا، السياق الافريقي اللي جديد عليه، لا بمرجعيته لا بثقافته لا بتكوينه لا بالحياه. جي لامين يامال هنا ويلعب مع لوسوتو ويلعب مع البنين ويطلع مع الجزائر ويطلع يلعب ماشي الجزائر المنتخب زامبيا في نضوله، ويمشي يلعب في زنجبار ويطلع يلعب مع تنزانيا ويدوز يلعب في الجنوب الافريقيه. صعيب عليه بزاف. بالتالي هذا هو المكسب الكبير. والحاجه الاخرى اللي كانت البارح خلات واحد الوقع ديالها شويه في النفوس هو القضاء ديال الله والقدر ديالو. الانسان يحمدو ويشكروا عليه، ودائما يقول داك الشيء اللي كتب لي الله هو اللي فيه الخير، والحاجه اللي منع لي الله فيها شر ليا، والحاجه اللي كتبها لي الله تتكون دائما مقدمه الخير. وهو العصابه ديال عز الدين أناحي اللي هي جزء من، او يعني واحده من الضريبه ديال كره القدم. وفي التظاهرات المجمعه كتكون شويه موجعه. التقطت كاميرا ديال بعض الاشخاص البارح، ولدنا عز الدين أناحي كيبكي، كيهبط عنده رومانسيس كيواسيه، كيجيو مسؤولين جامعيين كيواسيه، ابراهيم كيماركي البيت وكيهز ليه القميص ديالو ديديكاس اهداء ليه. راه خصنا نقولوا بان عز الدين أناحي اللاعب اللي رشحاته الاتحاد الافريقي في موقعها الرسمي، ورشحنا حنا ورشحوا السي وليد الركراكي بانه غيكون افضل لاعب في الدوره من بارمي التوب 5 اللي غينافسوا. بطبيعه الحال غيشعر بواحد الانتكاسه. ونقول له عز الدين ما تكلفش نفسك فوق ما تطيق. اللعابه اليوم كنظن مع داك الشيء اللي وقع اللي بلغنا الليله اللي تصاب عز الدين أناحي في المباراه ديال تنزانيا، توحدوا باش كل واحد غيدوبلي لي فوري واللي فيهم جوج. هذا معطى ايجابي. عطيت انا في القناه الرسميه اللي تندوز قلت لكم وقعوا شي حوايج تامن بهم ما تامنش بهم، يبانوا لك خرايف، فهذا واقع. تصاب لنا بن الشاوش في الفينال ديال الحارس في الدومي فينال مع فرنسا، كان في الطوب ديالو، كلنا شدين على راسنا. دخل الحارس المصباحي، دخل داك الدغمي، ولا المصباحي يدير لي فرشه البيلانتيات مع المنتخب ديال فرنسا، ولا الدغمي ياك اللي كان تيلعب حتى هو في فرنسا، ولا دار ماتش كبير كونتر الارجنتين ما تماركاوش عليه، ولا جاب العكاز وتوج مع وهبي. عندنا لا حمزه ايكامان بالعكاكز تضرب مع الشراي في 2023 وربحنا مصر ودينا اللقب. ضحى المدني مع علي فار ميم شوز مع المنتخب ديالنا ديال المنتخب النسوي. زيد اللعبه هذا الهنوري اللاعب ديال الوداد مشى البطوله العربيه تصعب، جاب العكاكز للفينال لاعبين مع الاردن، توج مع طريق السكيتيوي. زيد عطيني بزاف ديال اللعابه اللي وقع. محمد أناجم في 2017 مع الحسين عموته، والركراكي بنفسه تصاب ليه اللاعب بالعكاكز الليبي مؤيد اللافي في الفينال مع الاهلي تا هو التوج، وزيد عليه محامين حارث. بالتالي هذه الاصابه ديال عز الدين ونحو هاد العكيكسات نقدروا نقولوا مداخله في الخير ولعله خير. انا غير باش نخفف عليكم. اما هو الدور ديال عز الدين أناحي والافتقاد ديال عز الدين أناحي غيخلينا نشوفوا الكثير من الحوايج اللي غتقلب على مستوى الخطه. فعلا كنا كنهضروا، ولكن ما بغيناش دابا في السياق السلبي اننا نوركوا على شي حوايج اللي داز اللي عطى الله عطاه، ولكن ما فيها باس نذكروا. كنا تنقولوا الانسان من يدير واحد الفورماسيون ولا يدير واحد لاليس ديال واحد السكواد في تظاهره مجمعه بالحدس وبلونتيسيباسيون الاستباقيه، كيكون عارف بان غيتصاب ليه هذا واش عندي بروفيل. كنا كنقولوا سير كراكي ما فيها باس لو صغرتي شويه راسك، والراس اللي ما كدورش كديه عمرها اللوزه. عندك ثلاثه ديال لي كاسور المرابط والترغالين والعناوي جوج يكفي. كنا نقلبوا على باترون، قلتها في كثير من الحلقات، رجعوا للقناه. ماذا لو تصاب عز الدين أناحي؟ ماذا لو أناحي ما جاش؟ البروفيل القريب ليه هو بلال الخنوس، ولكن راه تجربه كبيره ديال الختوريه ديال أناحي على الخنوس، اللاعب اللي كيقدر يوصل الكره للعابه والتمريره الحاسمه. الارقام ديالو كتهضر عليه. غتقول لي واتفورد بريمير شيب، نقول لك سير شوف خابي غارسيا المدرب ديالو شنو تيقول عليه على عمران اللوزه، اللاعب اللي كيوصل الخبز للفران، طاكسي الغرام 6 ديال لي زاسيست و6 البيوت. هاد عمران اللوزه راه لعب الكان اليوم، راه نضج دابا اللي عطاه الله عطاه. هاد القصه ديال عمران اللوزه ما جاش هي، او بعض اللاعبين اللي ما كاينينش في البروفيل ديال أناحي غتخلي السيباري خصو يفيق. السيباري اليوم كيشكل، لان ملي كنسمع انا البي جي كيتراقبوا عن طريق لويس انريكي، وكنسمع بان دييغو سيميوني كيراقب اللاعب السيباري، وكنسمع بان انديه كبيره على مستوى العالم، وهذا واقع ماشي انهم بالغوا فيه. السيباري ما جاش، بدلوا التوظيف اللي سوء حظه. شي الجلده ملي ما كدورش معاك وكدور لك ظهرها غير قلب عليها تتعطك. ما جا شي. جا نهار الافتتاح ديال مولاي عبد الله هو اللي ماركا الجبيوت على المنتخب النيجر، جا مشى الماركا على المنتخب ديال اوغندا، ديجا ماركا على
الكابون بيت ما كيتماركاش من زاويه مستحيله في فرونسفيل، قلبوا مشى للصقه في 90، جا دار اللوب على المنتخب ديال لافريك سونطرال النهار اللي ماركينا في التصفيات ديال كاس العالم، وماركا بيت على المنتخب ديال طنزانيا تحيد بالرجوع. يعني ما دايراش معاه. السيباري اليوم خصو يتقمص الدور ديال اللاعب عز الدين أناحي، هو وبلال الخنوس غيتناوبوا عليه، عفوا ماشي ديال بلال الخنوس، ديال عز الدين أناحي. بالتالي هذا المعطى ديال الاصابه ديال عز الدين أناحي غتغير الكثير من الرسم الخططي، غتخلينا نقلبوا الركراكي على اللعابه على مستوى الاطراف، وندخلوا اللاعب ابراهيم شويه للوسط من بين العناصر اللي مازال اليوم ما تفرقعت شي كرويا، اخو ماشي، وايضا شمس الدين الطالبي من بين العناصر اللي ما جات شي. وهذه دعوه لهم تقديرا لهم، حيت كنثيقوا فيهم، حيت حنا جروب، حنا جماعه. اللاعب سفيان الرحيمي فيق معنا شويه سفيان، كنبغيوك وكنتسناو منك هاد الدوره. البينالتي ديال جزر القمر كان من الماضي، دابا نفكروا في دابا. يوسف النصيري ماركيتي في الكابون على الطوغو، ماركيتي على المنتخب ديال الكوت ديفوار، وماركيتي على البنين في الدوره ديال مصر، وماركيتي ايضا على المنتخب ديال الملاوي وطنزانيا، 5 البيوت. ففيق معنا السي نصيري، دابا 0 هدف، لعب 4 ولا 5 6 ديال النسخ مجمعه ما بين كاس العالم، ماركا بيت على الصواليون وبيت على كندا وبيت على البرتغال. تا هو رقم سلبي، خصو يفيق. الا زدت عليه حمزه ايكامان ربما هذا المعطى يحفز. غتقول لي شنو جاب حمزه ايكامان اللاعب أناحي؟ تنقول لك انا اللعابه اللي مازال ما شفنا منهمش داكشي اللي خصنا نشوفوه، غادي يحاولوا يعطيو 200%. علاش؟ باش يعوضوا الخصاص اللي غيخلي عز الدين أناحي، رغم ان فريقنا الوطني بقيمته كمرشح بارز ما عمره غيتوقف على لاعب واحد، وما عمره غادي نقولوا غاب عز الدين أناحي توقف المسار، توقف المشوار، توقف الطموح، توقف الحلم. لا، خاصها تكون حافز ايبر موتيفي للعابه كلهم باش يعطيو داكشي اللي عندهم اكثر واكثر. بالتالي هذوما الخلاصات اللي كانت يوم امس. كانوا بزاف ديال لي ديشي. ناخبنا الوطني ظهر في الندوه الصحفيه وتحلى بجرأه كبيره، وعاود اكد بان كاس افريقيا غتربح بالتواضع. القصه ديال انني غنجيبها ما بقاش غيقولها، لان البعض ركب على التصريح وبغى يدخلنا في حيط بعض التلميحات، بعض التاويلات، بعض القراءات اللي يعني ميتافيزيقيه مهلوسه، وانتم فاهمين البرقيه. فاليوم الجهد، الكونسونطراسيون، التكتل، اللحمه خاصها تكون اكثر من داكشي اللي شفنا نهار 18 او 21 دجنبر حتى لدابا، لاننا بقاو لنا 3 الماتشات كنحلموا كنطمحوا نامل نتمنى نتوسم الخير في السميع العليم باننا نمشيو ان شاء الله الرحمن الرحيم ل 18 يناير وحنا ابطال، ويجي العز الدين ونحب العكاز ديالو يطلع البوديوم بحال اللي طلعوا من سبقوه، ويصبح هذا العكاز فاء الخير واللي مرجع في تاريخ كره القدم. ما طانيوش دوك العكاكز ونحطوهم في المتحف اسيدي مع الطروفي. وبالتالي نتمنى نكون انا خففت عليكم شويه، ولكن البارح طنزانيا يعني كاين اللي تنز قبل الماتش، ولكن بحال هجروا في وسط الماتش، وانا واحد منهم. انا يعني دخلني الشك، ويلي البينالتيات واش البينين اش هاد المصيبه. حتى نفسنا ابراهيم بالبيت ديالو باليمنيه عسريه وضربه باليمنيه في لونغل فيرمي. شكرا لكم، تبعوا معنا كثير من الحلقات اللي غنناقشوا فيها ظواهر ديال فريقنا الوطني في هذا الكان. الى اللقاء في حلقه مقبله من شاء الله تعالى.